جيتِ تغلي اللبن وبعدين وأنتِ بتغليه لقيتيه قطّع منِّك، هترميه؟ اوعي ترميه، ده كنز عندِك. السلام عليكم. بنغلي اللبن لقيناه قطّع، نرميه؟ ما بنرميهوش. أخدته وحطيته في قلب العجان وحطيته حطيت عليه كيس خميرة ومعلقة سكر كبيرة وسِبتهم يخمروا. كان عندي كيس دقيق ناقص معلقتين، حطيتهم عليهم واديتهم تقليبة مع بعض. وعايزة أقول لكم إن اللبن ده كان نُص كيلو، حطيت عليه رشة ملح وحطينا معلقة لبن بودرة عليهم، معلقة كبيرة. ما فيش لبن بودرة ما فيش مشكلة، واديناهم تقليبة كلّهم مع بعض. جِبت بقى المَج دَوّة مليان سمنة على زيت، أو عايزين تحطّوا سمنة لوحدها، زيت لوحده ما فيش مشكلة، بس هي الاتنين على الخليط على بعض بيدّيكِ قُرَص طرية وجميلة. اديتهم تقليبة مع بعض وبعد كده حطيت ربع المَج ده مَيّة، بس أنا حطيت ربع المَج ده مَيّة علشان يمكن الدقيق كان ناقص معلقتين أو الدقيق لَم هو لوحده، الدقيق كان حلو ما شاء الله. فأنت هتاخدي من ربع كوباية مَيّة أو أكتر شوية حسب ما أنتم هتحتاجوا. بعد كده اديتها عجنة كده وحطيتها في العجان تاني وسِبتها وغطيتها وسِبتها تخمر. نُص ساعة أو ساعة إلا ربع هتلاقيها خمرت ما شاء الله، عَلِت معاكِ قدّامِك كمان دي ساعة. هتعمليها تمسكيها تدّيها عجنة كدهوّة تبدئي تقطّعيها. قطّعناها كده تقطّعي حسب رغبتِك بقى، عايزاها كبيرة، عايزاها صغيّرة، حسب ما أنتِ عايزة. ما شاء الله بتبقى جميلة. هترصيها كده في الصواني وتسيبيها تخمر شوية. بعد كده هتبدئي تفرديها في الصينية. عايزة القرص تبقى عالية معاكِ هتفرديها بسيط، عايزاها تبقى مفرودة معاكِ هتفرديها أوي. أنا ما باحبهاش بصراحة عالية وعندي ما بياكلوهاش عالية أوي، بيحبوها تبقى يعني هبطانة كده خفيفة. فكده أنا فردتها أوي، ما شاء الله طلعت سواها جميل وطلعت في منتهى الجمال، قرص طرية جميلة. اعملوها وربنا يحسن ما بين إيديكم.